مرحبا ماي سويتيز، اهلا بكم بقناتي. اليوم راح يكون الفيديو عن طريقة تبييض اليدين ونعومتها، طريقة مضمونة 100% تحصلين على نتائج ممتازة من اول استخدام. الوصفة الاولى وهي لتقشير الخلايا الميتة للبشرة. المكونات التي تحتاجينها وهي كوب من الحليب البارد الكامل الدسم. قومي بوضع الحليب في كاسة أي وعاء، ثم قومي بأخذ فرشة، ثم قومي بوضع الحليب على يديك. فالحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعتبر من أفضل الأحماض الألفا هيدروكسية الطبيعية، حيث يأتي بعد الليمون وهو يعمل على تقشير الخلايا الميتة. ابقيه على يديك لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بغسل يديك بالماء الفاتر. الوصفة الثانية وهي لتنعيم وتبييض اليدين. المكونات التي نحتاجها وهي نصف قطعة من الحامض، ملعقة كبيرة من السكر. الطريقة وهي خذي وعاء فارغ وقومي بوضع السكر، ثم بعدها قومي بعصر نصف ليمونة، حيث أن السكر يعمل على تنظيف وتقشير البشرة، ويعمل الليمون على تبييض البشرة وتفتيحها لأنه يحتوي على فيتامين سي. وبعدها قومي بمزج المكونات جيدا. وبفرشة ضعي الخليط على يديك وانتظري 15 دقيقة، ثم اغسلي يديك بالماء. الوصفة الثالثة وهي لشد ونضارة البشرة. المكونات التي نحتاجها وهي ملعقة كبيرة من حليب الباودر، ملعقة كبيرة من الخميرة، ماء الورد حسب الحاجة. الطريقة والاستعمال: فبداية قومي بوضع الحليب، ثم قومي بوضع الخميرة، وبعدها قومي بوضع ماء الورد تقريبا 3 معالق أكل أو حسب الحاجة، ثم قومي بمزج المكونات جيدا، حيث يعمل حليب البودرة على إزالة البقع أو النمش ويعطي النضارة، والخميرة تعمل على تنظيف البشرة وشدها أيضا لأنها تحتوي على فيتامين بي. ضعي المكونات على يديك ثم انتظري لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي يديك بالماء الدافي. والآن غسلت يدي وأصبحت بيضاء ونضرة وناعمة في أقل من ساعة ومن أول مرة. وهنا مثل ما تشوفون الفرق بين يدي الاثنين، اليد التي فيها فراشة سمراء جدا، واليد الثانية التي عملت فيها الخطوات الثلاثة وهي جدا بيضاء. وهسه وصلت إلى نهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم الفيديو بنات. لا تنسون تسوون لايك واشتراك القناة حتى يصلكم كل فيديو جديد أنزله. شكرا لكم وأشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.